انا دلوقتي قابلت بالصدفه ام مينا نبيل هلال من منطقة الهرم. طب قولي نفسك تقولي ايه؟ انا نفسي يتحاكموا زي ما عيالنا اتضربوا بالرصاص يتضربوا بالرصاص زي ما عيالنا ماتت بالرصاص، بس مش في الميدان عشان ما يوسخوش. اتنين بلطجيه اندسوا، واحد منهم كان بسكينه والناس اتلمت عليه واديته واحده سلميه على دماغه و اهو سامع اطلع طردوه بره الميدان. وده معناه ان احنا نقدر نحمي بلدنا. امبارح بيان القوات المسلحه احنا قدرناه جدا وانبسطنا بيه جدا جدا، لان هم قالوا لنا احنا واثقين فيكم ان انتوا تقدروا تحموا نفسكم. احنا بنشكر القوات المسلحه على ثقتها فينا، واحنا فعلا نقدر نحمي نفسنا ونحمي الميدان ونحمي المحافظه ونحمي كل المحافظات ونحمي الحدود ونحرر فلسطين باذن الله قريب ان شاء الله. ان شاء الله احنا شعب جامد جدا، شعب جامد جدا واللي خايف على نفسه يوعى. احنا ما فيش زينا. انا مش خايفه على نفسي، حتى لو ضربوني بالرصاص مش خايفه على نفسي، لان حالفه بقول يمينه كل جمعه باجي لك الميدان عشان اخد حقك، ولحد ما اموت يمينه مش هسيب حقك، وما زال بطالب حق مينا. ما كانش بيفرقوا الرصاص بين مسيحي ومسلم، وبطالب بحق مينا، حقه من العالم الظلمه اللي ضربوا عيالنا بالرصاص انهم يضربوا بالرصاص زي ما عيالنا اتضربوا. عايزين يحسسونا ان ايام حسني مبارك كان فيها امان. لا، هي ما كانش فيها امان، هو كان بيلعب من تحت الستاره. يعني كنيسه القديسين دي ضربت بيس من مين؟ ما هو منه. فانا بطالب الحقيقه يعني ان هم يتعدموا، ما فيش حاجه اسمهم يتحبسوا. ده انتوا لما انا وكلهم يتحكم عليهم. ما حبيبي العدل ما بيتحركش الا بالرئاسه. يعني مبارك ما كانش يعرف؟ حبيبي العدل ما بيتحركش الا بالرئاسه، ما فيش حاجه الا من الرئاسه هي اللي بتديله الاوامر، فزي ما بتديله الاوامر بيعمل. واحنا بنطالب عليهم كلهم يتحاكموا، ما فيش حاجه، هما مش اغلى من عيالنا. احنا مش خايفين احنا. لعلمك الشعب عمره ما هيأذي، مش هيأذي شعب زيه. هم اللي بيفوتوا الانفلات وهم اللي بيعملوا كده، وهم اللي بيسيبوا بتوع اللي يسموا السجون. بموت كل يوم من ساعه ما مات مينا، صدقيني حتى اخته اللي في الكليه ما بتروح واللي في اعدادي ما بتروح. قال هيراعي وزير التعليم 2 اخوات شهداء، هيراعيهم، هينظر لهم. دي اللي انا بقول، يعني هينظر ليهم. هم حزانه ما لهمش نفس للتعليم وما لهمش نفس لاي حاجه. فانا بطالب ان العالم دي تتحاكم. ان انا بطالب منهم ان العالم دي تتحاكم زي ما عيالنا ماتوا. والله بموت بالبطيء كل يوم لما بشوف لبس مينا في البيت ولا حاجته، بموت في البطيء. يا ريت بموت، انا بقول له يا ريت اموت على طول ما اقعدش اتعذب كل يوم بشوف حاجات وبتعذب. شاب زي القمر طول بعرض، بقول يا ريت ان انا اتضرب في الميدان عشان ما اشوفش كمان حاجة مينا. ده انا بموت بالبطيء، صدقيني بموت بالبطيء كل يوم بشوف حاجاتك جميله بموت بالبطيء. متأمن على الشركه السياحيه واخد شهاده مش صايع. كل اللي كانوا بيعملوا مينا اللي كان بيجيب لهم ميه واكل هنا في الميدان، ما كانش بيعمل حاجه وحشه. كانوا بيستأمنوا مينا عشان امين، بيدوا له الفلوس عشان يروح يجيب لهم اكل وشرب، ما كانش بيعمل حاجه. كانوا بيقولوا له يا امين انت الوحيد اللي امين فينا، خد الفلوس هات لنا الاكل والشرب. كلنا اولادك يا ماما، كلنا اولادك يا ماما، واحتسبي كلنا اولادك ومين اخونا واحتسبيه عند الله شهيد. انا اللي عيطوا على ابني مسلمين، واللي كانوا زعلانين مسلمين. وصدقوني انا كان جار بيت ابويا جامع بيتبني محدش كنسه ومسحه الا انا وامه واخواته، ومفيش فرق، وانا مسيحيه وما زال كنت ماسكه المصحف هنا ومتصوره بيه وببوسه كمان، ومفيش فرق بين الاديان. انا بحب المسلمين وعمري ما استغنى عنهم لان هم في دمي، وعمري ما استغنى عن المسلمين ولا عن جيراني لان جيراني هم اللي كانوا حزانين عليا مش اهلي.